الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد. يا صباح الخير، يا صباح النور، كيفكم بنات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم حبيت اخدكم معي برحلة من احلى يومين عشناهم، يوم عرفة المبارك واول ايام العيد. طبعا بيوم عرفة كنا صايمين انا وزوجي، فدخلت المطبخ بكير شوي، يعني بعد الظهر حطيت طبخة فطورنا على الغاز وبدأت اجهز اموري. فحبيت خلص امور المطبخ بكير مشان انه اكسب باقي اليوم بامور العبادات والتجهيزات التانية وما يضيع وقتي كله بالمطبخ. وبالمناسبة بنات حبيت أفضفض لكم شوي ووضح لكم شغلة وأنا عم أشتغل. الصراحة أنا فتحت هالقناة ومتحمسة كتير إلها، بس لسه ما عم أقدر أنزل الفيديوهات بوقتها الصح. يعني مثل هذا الفيديو كان المفروض والمخطط له إني نزله أول أو تاني يوم العيد، بس ليك اليوم حيصير أسبوع تقريبا للعيد ولسه ما خلصته للفيديو. الصراحة إنه تنظيم الوقت مع بنوتة صغيرة ومسؤولية بيت مش سهل أبدا، كتير أوقات زحمة العيد واللمة بتاخدنا، بس عم حاول قد ما بقدر إني أتعلم ورتب وقتي أكتر بالفترات الجاية لحتى ألتزم معكم. فبتمنى تعذروني وتدعموني لتكبر عائلتنا الحلوة. هلا نرجع لفيديو اليوم. طبعا قعدنا هيك بين الظهر والعصر وكان زوجي عم يقرأ قرآن. قعدت شوي مع بنتي، عن جد أصوات يعني إنه بتمنى ما تنتهي من الطمأنينة والبركة بهاليوم الفضيل. وهون مثل ما عم تشوفوا كان زوجي جاب لي المعمول وحلو العيد، قلت بضبهم برتبهم بصحون الخشب ليكونوا جاهزين لتقديمات العيد. شكلهم كتير حلو وبيفتح النفس. وهالمرة كان الحلو على الطريقة السورية بعكس العيد اللي فات، كنت سويت الحلو الجزائري وعشنا العيد بتفاصيل جزائرية بامتياز. حبيت رتبهم على صوت تلبيات الحجاج لتكمل الأجواء الروحانية بالبيت. بخليكم مع الأجواء وخلينا نكمل ترتيب. وهون غسلت شوية كرز فريش وحطيتهم بالمصفاية. بصراحة هذا التعب الحلو والشعور بالإنجاز، يعني بعد ما تخلصي كل شي عليكي بالمطبخ ما في بعده أبدا، بتحسي برضا وراحة نفسية والبيت كله بتصير طاقته إيجابية وحلوة. يعني إنه أنا مثلا إنه إذا ما نظفت المطبخ وما كان نظيف فبحس كل البيت لسه ما منظف ومرتب. وهيك بنكون خلصنا شغل المطبخ على رواق. جينا هون على أكتر فقرة بحبها أنا ويمكن بيحبوها كتير من المتابعين، واللي هي ترتيب تياب العيد. أنا هون كنت رتبت تيابي وتياب زوجي وبنتي بنفس الخزانة، ونسقت الأحذية مع بعض لنكسب الوقت الصبح وما نكركب الدنيا ليلة العيد. وبالليل بعد ما خلصنا كل شي صار وقت الروقان ودلال النفس. يعني بعد تعب الوقفة بالمطبخ والترتيب طول النهار، أحلى شعور لما يفضى البيت ويهدى. فأول شي عملته أخدت شاور خفيف، وبعدها حضرت مشروب الأنوثة والروقان المفضل عندي، ولبست بيجامتي وقعدت في هدوء تام. يعني لحظات هادية بتريح وبتعطي شعور الراحة والنظافة قبل زحمة العيد. ودغري أشرق علينا صباح العيد. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. البيت نظيف وريحة البخور والمعطر بتجنن،
تكبيرات العيد عم تعطي بهجة بكل زاوية بالبيت. وطبعا العيد ما بيحلى بدون اللمة. اجت لعنا أخت زوجي وولادها ونوروا البيت وجهزنا أحلى فطور سوري مشكل على أصوله. ما في أحلى من لمتنا على فطور أول يوم العيد. الله يديم علينا وعليكم من نعمة يا رب. ولهون بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. بتمنى يكون هالفلوق الخفيف عيشكم الأجواء معي وعطاكم طاقة حلوة. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تدعموني باللايك وتشتركوا بالقناة لتكبر عائلتنا الحلوة. شوفكم بالفيديو الجاي وكل عام وانتم بألف خير يا رب.